المشكلة اللي بتواجهني كل شهر، فقررت إن أنا أعمل برنامج يحل لي المشكلة دي، وهي إن أنا كل مرة باخد الفلوس وفجأة بالاقيها اختفت، صرفتها في إيه أو راحت فين مش بكون عارف، ومبقدرش برضه إن أنا أقسم الفلوس كتبرع وترفيه ومصاريف شخصية واستثمار وهكذا، فحبيت إن أنا أعمل برنامج هو اللي يحل لي المشكلة دي، ومن هنا جت فكرة المشروع اللي إحنا هنعمله مع بعض ده دلوقتي. يلا بينا نشوف حلينا المشكلة إزاي. ورجعنا تاني ويلا بينا نبدأ كود. ودي أكبر غلطة أغلب الناس بتقع فيها وأنا شخصيا كنت بقع فيها، وهي إن هو خلاص عرف البرنامج اللي هو عايز يعمله هيدخل يكتب كود على طول، والنتيجة من كده إن هو يا إما مش بيكمل الكود يا إما بيطلع كود ملخبط هو مش فاهمه أصلا. فإحنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنبدأ نكتب إيه المكاتب اللي هنحتاجها، إيه الإنبوت اللي هندخله، إيه الخطوات بتاعة البرنامج على بعضه علشان نكون ماشيين بطريقة منظمة وما نتلخبطش. أنا كتبتهم عشان وقت الفيديو، تمام. فإحنا أول حاجة هنا حددنا المكاتب اللي إحنا هنستخدمها وهي مكتبة CSV، والمكتبة دي هتساعدنا إن إحنا نعمل فايل نخزن فيه الداتا، تمام. والمكتبة بتاعة date time دي عشان إن إحنا كده كده هنحتاج التاريخ عشان نحدد كل حاجة بالتاريخ بتاعها. ده بالنسبة للمكتبات. بالنسبة لخطوات البرنامج ذات نفسه، أول حاجة أنا هقسم البرنامج على شكل فانكشن مختلفة. أول فانكشن معانا هتبقى السيف داتا، إن إحنا كده كده لازم أي بيانات هندخلها هنسيفها. وبعد كده read data، وده معناه إيه بقى؟ الكمبيوتر زي عقل البني آدم بالظبط، هو بيخزن أو بياخد المعلومات اللي هي من خلال المذاكرة مثلا، وبيحتاج إن هو يسترجعها لما يجي مثلا يحل مشكلة زي اللي احنا فيها دي أو إن هو يحل سؤال أو حاجة. فهو الجهاز كذلك هو خزن المعلومات، لما هيحتاج بقى يعمل عملية فأنت لازم الجهاز يقرأ الداتا دي تاني عشان يقدر إن هو يستخدمها، تمام. تالت حاجة هنعملها وهي إنه احنا كده كده احنا خلاص خزنا الداتا والجهاز قرأها، محتاجين بقى إن إحنا نبدأ نعرض الداتا دي. هنعرضها على هيئة فترات، تمام. يعني مثلا لو عايز من فترة معينة لفترة معينة، وممكن برضو يبقى شهريا، وممكن نعمله على أساس إن هو يعرض المصروفات دي يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، على أساس إن هو يكون تسهيل للمستخدم. وآخر حاجة إن هو هيعرض وآخر حاجة إن هو هيعرض المصروفات بتاعة الشهر كله على بعضه، تمام. ده بالنسبة للتحليل، وده على فكرة من أهم خطوات نجاح البرنامج. ويلا بينا نبدأ كودينج. وأول حاجة هنبدأ فيها هي حسب الخطوات اللي احنا كتبناها إن احنا نعمل استدعاء للمكتبات. أول حاجة هنعمل import لمكتبة ال CSV، و import لمكتبة data time. هعمل copy paste عشان الوقت، تمام. ودي كانت أول خطوة إن احنا نعمل استدعاء للمكاتب عشان هي أكيد هتساعدنا في كل البرنامج. هنشيل الأقواس دي. أول حاجة بقى حسب برضو الخطوات اللي احنا كاتبينها، احنا خلاص خلصنا أول حاجة وهي المكتبات. تاني حاجة عندنا وهي الأداة بتاعت إن احنا نسيف الداتا. فاحنا هنعمل الديف بتاعنا ونسميه سيف داتا. ومن أهم الحاجات برضو اللي انت لازم تاخد بالك منها إن انت ما تعملش أسماء محدش يفهمها، لأن انت لو حاليا بتعمل مشروع صغير فانت اللي بتعمله، أو حتى في المستقبل يعني إن انت جيت تطور عليه أو حد جه يشوفه ما يبقاش مش فاهم ده بتاع ايه. لا، حاول ان انت تكتب الحاجة بالمعنى اللي بيدل عليها على اساس ان هو يكون سهل عليك تطويره في المستقبل، وبرضه لو حد احتاج ان هو يقرأ الكود يبقى فاهم انت كاتب ايه، تمام. احنا عندنا هنا في دالة السيف داتا هنحتاج 2 input، وهما الريزون او السبب اللي انت دفعت فيه الفلوس دي والمبلغ اللي انت دفعته، فلازم نحجزهم هنا. لان طبعا احنا لسه مش معانا البيانات دي بس احنا بنحجزهم. اول حاجة هنحجز الكوست وهنحجز الريزون.
تمام. هنا بقى هنبدأ نستخدم الويز اوبن عشان ان احنا نفتح فايل. في بقى شوية حاجات هنكتبها جوه الاوبن، ركزوا فيها لان هي دي تعتبر من اهم الحاجات اللي هتظبط الفايل معانا عشان نقدر ان احنا نحفظ البيانات. اول حاجة بنعملها ان احنا بنكتب اسم الفايل. انا هسميه هنا data.csv، طبعا لازم .csv عشان المكتبة. تمام. تاني حاجة بتحددها وهي النوع بتاع الفايل ده، هل انت محتاجه مثلا append read؟ في انواع كتير جدا لو انتوا حابين يعني تخشوا المكتبة وتفهموا الموضوع اكتر، بس احنا هنحتاج دلوقتي ان احنا نخليه append. append ده ايه الفكرة بتاعته؟ ان انت لما بتضيف داتا جديدة مش بيمسح الداتا القديمة. وبرضه من الحاجات اللي احنا عايزين نظبطها ان احنا محتاجين البيانات تكون موجودة في الفايل على شكل صف، التاريخ والتكلفة والسبب. فاحنا محتاجين هنا نعمل النيو لاين، وهنعمله كده بس عشان ما ياخدش نيو لاين يعني ايه بننزل سطر تاني، لا هو بس هيسيب مسافة عشان يبقى كله جنب بعض. وبرضه عشان احنا لو هنكتب عربي تمام فاحنا محتاجين ان احنا نعمل الانكودينج. هيبقى المكتبة الشهيرة اللي يعني غالبا بنستعملها في الانكودينج وهي اليو تي اف، بس طبعا لازم تبقى بين دبل كوتيشن اليو تي اف. تمام. تمام. وهنكتب هنا as a file عشان الويز. وهنا يعتبر احنا انشأنا البرنامج، بس احنا لسه هنعمل بعض الحاجات. اول حاجة ان احنا عشان نخلي البرنامج الفايل ده ينفع ان احنا نكتب فيه، فاحنا هنكتب هنا الرايتر equal csv دوت رايتر، وده عشان يخلي البرنامج ينفع ان احنا نكتب فيه البيانات، وطبعا هيبقى للفايل اللي احنا لسه كاتبينه فوق. هنا كده احنا خلاص عملنا البرنامج ان هو نقدر نكتب فيه. محتاجين بقى نعمل ان البيانات تكون في شكل رو، مش في شكل ان هي تحت بعض. كل ده طبعا باستخدام مكتبة CSV. احنا محتاجين بقى نكتب الرو ده هيكون فيه ايه، او البيانات اللي فيه ترتيبها هيكون ايه. وكده التوداي هيكون مخزن فيه تاريخ اليوم اللي انت بتكتب فيه. وهنرجع تاني نكتب الترتيب بتاعنا. هيكون اول حاجة زي ما قلنا التوداي. تاني حاجة هتكون معانا وهي الكوست. تالت حاجة هتكون معانا وهي الريزون. تمام. وكده نكون خلصنا أول حاجة وهي إن إحنا نسيف البيانات. وتاني حاجة هنبدأ فيها وهي الريد داتا. أول حاجة هنبدأ برضو نعرف الفانكشن وهنسميها read data. وهي هنا مش هتحتاج أي input. أول حاجة هنديلها التعريف برضو بتاع الفايل عشان هي تقدر تفتحه، بس احنا هنعمل تغير بسيط. هنا احنا عملنا append عشان احنا محتاجين ان احنا نضيف داتا ونسيب الداتا القديمة، لكن احنا هنا هنخليها read عشان احنا محتاجين ان هو يقرأ الفايل مش يحط حاجة جديدة فيه. اول حاجة هنعملها هنا وهي ان احنا هنخليه يقرأه من خلال المكتبة csv دوت reader. تمام. هنحتاج هنا ان احنا نعمل list هنسميها data، وهنسيبها فاضية دلوقتي هتعرفوا ليه بعد ما نعمل ان شاء الله الفور لوب. هنحتاج دلوقتي نعمل فور لوب. ايه بقى مهمة الفور لوب دي؟ مهمة الفور لوب ان احنا طول ما الرو في الريدر احنا هنخليه يعمل
ابند للرو ده جوه الداتا، على اساس ان احنا يبقى معانا كل الداتا موجودة نقدر ان احنا نستخدمها جوه الداتا. فهنعمل له هنا داتا append row. تمام. وفي الاخر هنقول له يعمل return. نخليه طبعا يعمل return للداتا. ودي بكل بساطة الفانكشن بتاعت الريد داتا. كده احنا عملنا الأداة اللي هتخليه يسيف البيانات وإن هو يقرأها عشان نقدر نسترجعها ونستخدمها بعد كده. تالت حاجة وهي عرض البيانات خلال فترة معينة. أول حاجة برضو هنعملها زي كل مرة، هنبدأ نعرف الاسم بتاعها. طبعا أهم حاجة خليه اسم معبر عشان انت لو حبيت ان انت تطور في الكود بعد كده. نسميها show data. ودي هتحتاج حاجتين، انت عشان تعرض البيانات خلال فترة محددة فانت عايز تعرف بداية الفترة ونهاية الفترة، فهتحجز متغيرين. هنسمي اول واحد start date وتاني واحد هنسميه end date. تمام. اول حاجة احنا عايزين نعمل استرجاع للبيانات، لان زي ما احنا قلنا ان البيانات متخزنة، هو عايز يفتحها ويقرأها ويعمل لها استرجاع عشان يقدر ان هو يستخدمها. فهنسمي variable هنا اسمه data equal الفانكشن اللي احنا عملناها من شوية read data. تمام. هنعمل هنا التوتال هيبقى equal 0 عشان نقدر ان احنا نجمع عليه التكلفة. وهنحتاج هنا ان احنا نعمل for loop هيبقى في row in date. وهنعمل هنا الرو date علشان نحول النص لتاريخ عشان الكمبيوتر يفهم ان ده تاريخ. هنستخدم date time dot strip time. طبعا احنا حاطين الديت في row، قلنا ان هو اول حاجة في الليست فهيبقى 0. وهنكتب له هنا ان هو تاريخ فهنعمل كده. y دي يعني year، m يعني month، ودي يعني day. تمام كده احنا حولنا نص، حولناه التاريخ يفهمه الكمبيوتر ان هو يتعامل معاه على انه تاريخ. بعد كده هنعمل if start data هي بداية الفترة أصغر من أو بتساوي الرو داتا أصغر من أو بتساوي الإند داتا، عشان تبقى دي الفترة اللي بين البداية وبين النهاية. تمام. هيعمل إيه بقى لو هو بين الفترتين دول؟ يبقى هنعمل print وهنعمل if عشان الفورمات. أول حاجة date هنكتب هنا الرو. طبعا احنا قلنا ان الديت هيبقى في الزيرو. تمام. وبعد كده هنعمل لا ثانية واحدة عشان
هنعمل الكوست هيبقى طبعا رو 1 عشان هو تاني خانة. بعد كده هنعمل الريزون. طبعا الريزون هيبقى رقم 2 اللي هو تالت خانة، هيبقى رو 2. تمام. وبعد كده هنعمل التوتال بلس ايكوال الرو، بس الرو 1 اللي هو الكوست. ايه معنى بلس ايكوال دي؟ بلس ايكوال دي هي بالظبط كأنك كتبت ان توتال الجديدة ايكوال توتال بلس الرو 1. هيها بالظبط، بس ده اختصار عشان نختصر الكود. تمام. بعد كده في الاخر هنخليه يعمل لنا برنت للتوتال. هنكتب هنا توتال وهنكتب توتال. تمام. كده احنا خلصنا الشو داتا. هتدخل بداية الفترة وآخرها، وهو هيعرض لك التكلفة وإيه اللي صرفته وهكذا. هنعمل دلوقتي آخر فانكشن معانا وهي المونثلي ريبورت. هي شبه جدا الريبورت اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي من شوية، بس هو مختلف شوية. هنسميه زي ما احنا قلنا كده monthly report. تمام. وده هيحتاج حاجتين عشان ان احنا نعمل monthly report. اول حاجة وهي الشهر والسنة، فهنحجز هنا month year. تمام. اول حاجة هنا برضو هنستحضر الداتا زي ما احنا قلنا equal. تمام. وهنعمل برضو التوتال equal 0. وبعد كده هنبدأ نعمل الفور رو in data، نفس فكرة التاني بالظبط، الاختلاف بس في الاف هنشوفه دلوقتي. هنسمي الفاريبل هنا data object. تمام. وهنستخدم برضو date time دوت strip time برضو عشان نحول النص لتاريخ، نفس فكرة اللي احنا لسه عاملينه من شوية بالظبط. وهيبقى هنا الرو 0. تمام. وبرضو هنعمل التاريخ اللي هو الواي الير والام المانث والداي. تمام. دلوقتي هنبدأ نعمل الاف. هنا بقى احنا في الاف اللي فات كان حاجة والشرط هنا حاجة تانية. هنا احنا عايزين نتأكد ان الشهر هو الشهر اللي احنا عايزينه، فهنكتب هنا if الديت اوبج
اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي هيساوي المانث، بس طبعا ده مش دوت مانث عشان هو جواه مانث وير. تمام. and الديت data object dot year equal year عشان نتأكد ان هو ده الشهر والسنة اللي احنا حطيناها. هنقول له هنا لو هم متساويين، الشهر بيساوي الشهر والسنة بتساوي السنة، هيعمل برنت نفس البرنت اللي فوق. فاحنا هنختصر الوقت وهناخدها. تمام. والتوتال بلس ايكوال دي احنا قلناها واحنا بنكتب قبله الرو 1. وبرضه في الآخر هنقول له print للتوتال. وده برضه بالنسبة لآخر فانكشن معانا. وخلاص كده هنبدأ نعمل أساس البرنامج باستخدام الأدوات دي. وأساس البرنامج هيكون عبارة عن قائمة بتظهر له بنرقم الأوردرز 1 و2 و3 وهكذا، على أساس إن هو يختار الرقم فينفذ العملية. فهنبدأ أول حاجة إن إحنا نحط العمليات. أنا عامل لها هنا بيست عشان الوقت بس. تمام. هنسمي ده اوردر وهنطلعه بره الديف. هنا زي ما انتم شايفين لو هو كتب 1 احنا لسه طبعا هنضيف if و if else وهكذا، بحيث ان هو لما يدخل ايه رقم 1 أو 2 أو كده ينفذ العملية اللي قدامه دي. أول حاجة لو دخل 1 هيبقى add expenses المصاريف وشو وهكذا. ماشي. أول حاجة هنعمل if، أول شرط إن الأوردر equal ال1. يبقى كده طبعا احنا أول حاجة هنعملها السيف داتا، فاحنا كنا كاتبين هنا في حاجزين كوست وريزو، فلازم إن احنا نستدعي الاتنين دول عشان نقدر إن احنا نعمل حفظ للداتا اللي هتدخل. فأول حاجة هنكتب هنا الكوست equal integer طبعا input، وهنكتب هنا enter cost. تمام. وكذلك في الريزون equal input على طول من غير integer عشان هو هيبقى string والinput بيدخل string. enter reason. تمام. بعد كده هنستدعي ده اللي قلنا إن هي اسمها save data، وهنكتب الكوست والريزون. تاني حاجة هنعمل if else عشان لو اختار 2. طبعا الشو هيكون عبارة عن 3 أقسام، إن إحنا هنخليه يختار تاني يا إما خلال أسبوع يا إما خلال يوم يا إما خلال شهر. فهنعمل جوه ال if هنعمل اختيارات تاني وهنعمل جواها 3 حالات. هنبدأ أول حاجة نعمل ال if else order، وبعدين هنبدأ إن إحنا نعمل الاحتمال التاني وهو الشو، وهيبقى يا إما يوم يا إما أسبوع يا إما شهر. فأول حاجة هنعمل هنا ال if
لو الاوردر equal to. تمام. اول حاجة ان احنا هنعمل الاختيارات اللي هو يختار منها اليوم والاسبوع والشهر. تمام. وهنعمل جوه بقى if choice equal 1. يبقى هنا احنا هنحتاج input وهو اليوم اللي هو محتاج يعرض الداتا بتاعته. فهنكتب دي equal input وهنكتب جوه enter date وهنعمل له هنا الشكل اللي بيبقى عليه التاريخ والمانث والداي. تمام. بعد كده طبعا لازم نحول الدي ده، هو حاليا بالنسبة للكمبيوتر هو نص، فاحنا لازم نحول الدي ده من خلال الديت تايم لتاريخ حقيقي الكمبيوتر يفهم ان هو تاريخ ويتعامل معاه على انه تاريخ. تمام. فهنكتب هنا date time دوت strip time للدي. تمام. وهنعمل له هنا التاريخ برضو زي ما عملناه فوق في كذا حاجة، الير والمانث والداي. بعد كده هنستخدم الشو داتا وهيكون البداية دي والنهاية دي لأن هو يوم واحد. طيب دلوقتي هنعمل ال if else إن هو لو اختار اتنين اللي هي choice equal to. تمام. وهنا إن هو عايز آخر أسبوع، عشان نجيب الأسبوع اللي قبله يبقى هنكتب هنا. طبعا احنا لازم نحسب البداية. البداية هنا انت مش لازم تاخدها كإنبوت، لأن هو انت هتطرح من اليوم اللي هو البرنامج فيه، هتطرح منه 7 أيام عشان تجيب آخر أسبوع. فاحنا هنكتب هنا الستارت equal today minus التايم دلتا. وهنكتب له هنا ان الداي equal 7 أيام اللي هو الأسبوع. تمام. وبعد كده هنقول له show data. طبعا البداية بتاعتنا هتكون الستارت اللي احنا لسه حاسبينها، والنهاية هتكون التوداي. ويبقى كده جبنا الريبورت بتاع الأسبوع الأخير. طيب في حالة إن هو اختار 3 وهي last month اللي هو الشهر الأخير ده، هنكتب هنا ايه ال if برضو choice equal 3. لو هو عايز last month هنعمل نفس الفكرة، يعني حتى ممكن ناخده كوبي عشان بدل ما نكتب تاني، بس احنا هنغير الدي هنا بدل 7 هيبقى 29 يوم. ونستخدم برضو الشو داتا وبدايته هتكون الستارت ونهايته هتكون today. تمام.
كده التلات حالات بتاعت ان هو يعرض الداتا. نعمل سبيس هنا، وكده نكون خلصنا تاني حاجة. هنبدأ بقى نشوف لو اختار 3 المونثلي ريبورت. هنكتب elif تمام order equal 3. طبعا 3 بين دبل كوتيشن. هنحتاج حاجتين، المانث والير. أول حاجة هنكتب equal input نكتب هنا enter months وبعد كده نطلب منه year equal input year، ونستخدم الأداة اللي احنا عملناها monthly report، وهنكتب له هنا المانث والير. تمام. ونبقى كده عملنا 3 المانثلي ريبورت. رقم 4 وهي الماني مانجمنت. هنكتب هنا الف order equal 4. أول حاجة هناخد منه input الماني، احنا عايزين الفلوس الإجمالي هتساوي كام. نكتب هنا enter total money وكمان عايزين نعرف منه ايه هي المسؤوليات. ثانية نكتب هنا الانبوت وكمان عايزين نعرف منه هنا المسؤوليات اللي هو بيدفعها شهريا. enter responsibility. يبقى كده عندنا صافي الفلوس النت هيساوي ال M minus ال O. وبعد كده هتقسم التقسيمة اللي انت عايزها من ناحية التبرع، مصاريف الشخصية، الترفيه، وهكذا. ده بالنسبة لي اللي انا اخترته. انا عملت له بيست عشان بدل ما اقعد اكتبه تاني من الصفر. تمام. نشيل السبيس دي. دي النسب اللي انا استخدمتها. تمام. خلاص حددت النسب وحددت كل حاجة بقد ايه. هنطبع هنا بقى النت ماني، صافي الفلوس، وقسمناها ازاي، وكل حاجة هتاخد مبلغ قد ايه. وكده اتبقى اخر حاجة، وهي ان احنا دلوقتي لما نيجي نعمل رن انت هتختار حاجة واحدة بس وبعدين البرنامج هيطلع. فاحنا محتاجين ان هو يعرض عليك ان انت تشويس تختار اول تاني لحد ما انت تقول ان خلاص انت ما عدتش عايز حاجة وتطلع. فاحنا هنحط كل ده جوه وايل، وهنخليه وايل ترو عشان يفضل يشتغل، لحد ما انت خلاص
تقول له اكزit. هنعمل اكزit دلوقتي، بس ثانية واحدة نعمل تاب الأول. تمام كده كله بقى جوه وايل. الحين بقى نعمل هنا كمان الف عشان نعمل اكزit اوردر equal هايف. اعمل بريك، بس قبل ما تعمل بريك هنعمل print جود باي. تمام وهنعمل بريك عشان يطلع من البرنامج، ويبقى كده احنا خلصنا البرنامج. وكده يكون الفيديو خلص، بس دورك لسه ما خلصش. اهم من ان انت تكون اتفرجت وركزت على الفيديو ان انت تطبق بايدك عملي من غير ما تسمع الفيديو. فانا هقول لك دلوقتي على برنامج نفس الافكار تقريبا. ابدأ حلل وامشي على نفس الخطوات زي ما اتعلمنا في الفيديو ده. البرنامج ده عبارة عن انه بيحسب متوسط وزن الجسم. انا من المشاكل اللي بتواجهني ان انا بروح الجيم، فعشان اقدر ان انا اتابع وزني محتاج ان انا اوزن كل يوم واجيب متوسط الوزن ده خلال اسبوع، وكل اسبوع اقارن بالاسبوع اللي قبله. وطبعا لازم يكون المتوسط الاسبوعي، وفي نفس الوقت برضه متوسط شهري، على اساس ان انا اتابع نفسي خلال فترات مختلفة، خلال الاسبوع وخلال الشهر، وان انا اقدر اقارن بين الاسابيع وبعض والشهور وبعض. ابدأ حلل الفكرة ونفذ عملي، وبإذن الله تطلع بأفضل استفادة. سلام.